الاخوه المصريين مثلا، يعني خوفهم من انه بعض الصلاحيات ولا كثير من الصلاحيات والوظائف والمراكز داخل يعني الاتحاد الافريقي بدات عمليه سحب البساط من تحت ارجلهم، وبالتالي يقول لك يعني نفوذنا سيتراجع من حيث القرارات ومن حيث الدعم الافريقي ومن حيث اشياء كثيره لوجستيه، عرفت كيف؟ وربما في ناس فكرت انه الخوف ايضا من انتقال مقر الاتحاد الافريقي من القاهره، وهذه خساره كبيره بالنسبه لمصر، صح ولا لا؟ صحيح. لذلك حصل هذا التصادم، فهمني؟ لكن بكل عقلانيه لا اعتقد انه فوزي لقجع يعني ينظر يعني خلينا نقول بنظره سلبيه لبقيه المنتخبات، لا بالعكس، عكس ربما بعض من يفكر ويعتقد انه في اطراف خلينا نقول مستفيده تستفاد من الاتحاد الافريقي، عكس فوزي لقجع، صح ولا لا؟ في ناس تعكس الايه، تقول لك لا فوزي لقجع هو المؤثر، هو صاحب القرارات، واحنا تاريخيا نعرف تاريخيا انه الاتحاد الافريقي يعني كان مؤثر كثير في نتائج بعض الانديه المصريه. قصدك عيسى حياته؟ طبعا هذه معروفه، عيسى حياته وجماعته. كان الانديه المصريه الكبيره، فاروق جعفر ما تكلم في النقطه هذه على مستوى التحكيم؟ شو قال فاروق جعفر؟ شاهد من اهله، ما قال لك كنا نستفيد من الحكام بدعم من لجنه الحكام، ومين يرأس لجنه الحكام؟ هو عيسى حياته، هو الرئيس الكبير، هو الرئيس، يعني رئيس لجنه الحكام لا يعارضه في كل قرار، صح ولا لا؟ وبالتالي خوف المصريين اخواننا المصريين انه عمليه سحب البساط ستضر بمصالحهم وبالكره المصريه.